قادتني الأقدار على مبنى الياسين لما أنا والدكتور محمد أبو لحية جبنا جثة الشهيد اللي استشهد تحت شباكي ووديناه على الياسين. فحكى لي قال لي تيجي ننقذ جريح تاني. قلت له ماشي. طلعت بسرعة والحمد لله طمنت إنه هو عايش وصرت أنادي عليه إنه هو عايش ولقيته بحاول ينقذ نفسه. وأول سؤال سألني إياه لما شافني حكى لي هم يقطعوا لي رجلي. قلت له طمنته إنه لا ما في الكلام هذا إن شاء الله بإذن الله حننقذك. والحمد لله لحقوني الشباب التانيين بالحمالة واخذناه وانقذنا. أنا اسمي إبراهيم صابر سلامة. كنت نايم فجأة تقريبا الساعة يمكن 12:30 1 في الليل، سمعت صوت إطلاق نار. طلعت برا أشوف الإصابات اللي برا. لما طلعت برا لقيت في واحد كان قاعد ومصاب وبصرخ وكان في شهيد على الباب. لما أنا طلعت راح أجيبه فجأة الكواد كابتر أو القناص طخ علي، أجت لي طلق هنا في رجلي تنتين، طحت على رد. الحين ضليت أنا أصرخ ونادي على الناس أصرخ. الحين أنا مش قادر خلص طبيعتي مش قادر والله. وبعدين في دكتور نادى علي قال لي اربط رجلك. كانت رحت ربطت رجلي وضليتني قاعد. اجت لي يا ربي مرة قالت لي هذا قاعد تنادى على الشباب هذا عايش هذا عايش.